صباح الخير يا شباب. النهارده ان شاء الله هنحل الاداء الصفي او الكلاس وورك بتاع الاسبوع الثامن للابليكيشن. سينيور 2 معايا علمي ان شاء الله. عندنا a body of weight 15 kilogram weight placed on a horizontal plane. يلا بينا نرسم a horizontal plane. ادي a horizontal plane اهو. تمام. بعدين هنعمل ايه؟ البادي الويت بتاعه ب اهو الويت بتاعه 15. ماشي. الويت طبعا بيبقى تحت دايما اهو 15، وطالما في ويت في اكشن فوق. بعدين بيقول لي ايه تاني؟ horizontal force of magnitude F is applied to it. في magnitude F making it about to move. ادي الاف هنا و about to move، يبقى في هنا ميو اس ار الناحية التانية. يبقى عندي دلوقتي هنا الويت 15، وعندي هنا في رياكشن، وهنا الفورس الهوريزونتال فورس، وفي الناحية التانية الميو اس ار اللي هي الفريكشن فورس. طيب عطينا ايه تاني؟ بيقول لي the limiting and ايه if the measure between the angle between مين بقى؟ resultant force اللي هي resultant reaction sorry اللي هي R dash and limiting force. مين limiting force؟ اللي هي ال Fs اللي هي الميو R equal theta. يعني في هنا كمان اهو R dash، وهنا ما بين ال R dash وال limiting دي اسمها limiting ايه؟ friction force دي ثيتا اهي. وعطينا كوزين ثيتا بايه؟ ب 3/7. find the magnitude of resultant reaction. عايز ال R dash. يلا بينا واحدة واحدة كده. هنعمل ايه؟ اول حاجة بنعملها ان عندي ايه بقى؟ up equal down، يبقى ال R equal 15. طب عايزين نجيب ال R dash بتاعها ايه؟ كلنا طبعا عارفينه R square root لمين؟ 1 plus ميو باور 2. طيب الميو عندنا؟ لا مش عندنا، بس احنا عندنا ليها رول. تعالوا نكتبه مع بعض كده. R times 1 plus الميو دي tan لامدا. tan لامدا باور 2 طبعا. مين لامدا دي؟ لامدا دي الانجل between ال resultant reaction والايه reaction. طب 1 plus tan باور 2 لامدا. 1 plus 10 باور 2 دي اللي هي مين؟ احنا عارفين اللي هي السك باور 2، كنا واخدينها في سينيور 1. يعني دي بس انا ما عنديش لامدا، انا عندي ثيتا. اعمل ايه؟ مش دي كلها 90؟ يعني ممكن اشيل اللامدا دي واكتب مكانها 90 ماينس ثيتا. في مشكله؟ لا طبعا. والسك باور 2 ده زي ما هي، والروت زي ما هو، والار زي ما هو. طيب بعدين هنعمل ايه يا شباب؟ طبعا احنا عارفين ال 90 بتعمل تشينج الفانكشن. هتخلي الفانكشن دي ايه بقى؟ يعني ال 90 هتخلي السك هتبقى كوساك ثيتا. طبعا هي في الفيرست كواد فمفيش مشكلة بيها. يبقى دلوقتي ال R dash equal R times A root كوساك باور 2 ثيتا. باور 2 ضيعت روت بقت R كوساك ثيتا. طيب هي الكوساك مقلوب مين؟ الريسيبريكال بتاعت مين؟ بتاعت الساين، يعني كأنها 1/sin. طب انا اعرف اجيب الساين ولا ما اعرفش؟ طيب ما هو عاطيني ايه؟ عاطيني في الاول ان كوزين ثيتا بايه؟ ب 3/7. ممكن اعمل تراينجل على جنب كده اهو مثلا اهو. يلا بينا. وهكتب هنا عندي ثيتا الكوزين adjacent over hypotenuse يبقى 3/7
هايبوتنس اهو قدامك. هجيب دي هعمل سكوير روت 7 باور 2 ماينس 3 باور 2 هتطلع 2 روت 10. خلاص انا عارفه اجيب الساين دلوقتي. هي الساين هتبقى ايه؟ opposite over hypotenuse، وهشقلبها عشان اجيب الكوزاك. الار طبعا 15 احنا جبناها تايمز الكوزاك اللي هي قلنا هنشقلب الساين يبقى 7 over 2 روت ايه 10. كل ده احسبه هيطلع 16.6 approximately كيلو جرام ويت. وكده خلصنا اول مسألة. تعال نخش على اللي بعده. عندي ايه هنا بقى؟ بيقولي body weight برضو. تعالى يلا بينا نقسم. اول حاجة هو قالي horizontal rough horizontal plane. ماشي. وعندي البادي اهو. ماشي. الويت بتاعه بيبقى نازل تحت اهو. وفي فوق طبعا اكشن. ماشي. وفي ار داش قايل لي عليها هنقراها مع بعض. وفي horizontal force نفس الكلام. تعالى نقرا بقى سوا تاني. عندي الويت بتاعي 36. هكتب هنا 36 is placed on a horizontal plane. A horizontal force is applied to it. ادي الاف اهي. making the body about to move. قلنا كلمة about to move يبقى friction force. بقت ايه؟ بقت limiting friction force اللي هي ميو اس لامدا ار ميو اس ار. if the resultant reaction اللي هو ار داش اهو، ودي طبعا الار عامل انجل كام is measured او عطينا الار داش ب 39. عايز ال coefficient of static friction يعني عايز الميو كام. ماشي. طيب عطينا حاجة تانية؟ لا. طب يلا بينا. اول حاجة هنعمل ايه؟ اقول بتاع الار داش على طول. ار داش equal r times square root 1 plus ايه ميو باور 2. احنا عايزين ميو. عطينا الار داش الار up equal down يبقى الار equal 36 على طول. الار داش equal 39 equal 36. هعمل square root 1 plus ميو باور 2. هجيب الميو هعمل دي هتروح هناك بالديفايدد. بعدين اعمل باور 2 فهتطلع الميو على طول ب 5 over 12 او بالكالكوليتر. في ناس بتعملها شيفت سولف ما فيش مشاكل. تعال نخش على نمبر 3. عندي برضو horizontal force horizontal عندي horizontal force applied to هي 60 applied to the container of weight 50 kilogram containing الكونتينر ده جواه 12 boxes. each box كل بوكس فيه 25 كيلوغرام weight موجود على horizontal earth plane. ادي horizontal earth plane. وهو عاملة البادي اهو. بس البادي ده كونتينر جواه حاجات تانية كتير. جواه قد ايه؟ قال لي 12 ايه بوكسز. الويت بتاعه تحت. وفي واكشن طبعا فوق. وقال لي ان في horizontal force اللي هي ب 60 من هنا. و ايه تاني؟ بس تعالى بقى نكتب الايه الجبن اللي عندنا. قلنا هنا تحت الويت بتاعنا هيكون 50 والhorizontal force 60 كيلوغرام weight is applied to the container. الكونتينر ده الكونتينر نفسه 50 بس الكونتينر ده جواه بوكسز. البوكسز كل بوكس الويت بتاعه 25 وهنا جوه هنا في 12 بوكسز. اوكي. كل بوكس بايه ب 25 كيلوغرام ويت. طيب وعطينا الميو الستاتيك فراكشن فورس الميو ب 3 over 5. وعايز النمبر اوف ركز بقى معايا number of boxes that must be removed. يعني انا هشيل حاجات من هنا that the container is about to move. يعني هنا في ميو اس ار
طبعا هنا في ار. طيب يبقى البوكس كلهم ال12 دول انا ممكن اشيل منهم. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ هما 50 الويت بتاع الكونتينر نفسه، هزود عليهم بلس اكس. انا مش عارفه الاكس دي، هبدا اجيبها عشان اشوف كام واحد من البوكسز دي هيفضل وفيه كام واحد هيتشيل. يلا بينا عادي بقى نشتغل equilibrium عادي. يبقى up equal down و right equal left. يعني 60 الفورس اللي هي 60 equal ميو اس ار. طيب الميو عندي، ما الميو عندي 3 over 5 وادي الار اكشن وعندي 60. عارفه اجيب دي؟ طبعا هودي دي هناك divided. يبقى اكشن هيطلع المفروض اكشن هيبقى 60 divided 3 over 5 او ممكن 60 divided 3 over 5 خليه. طيب واكشن مفروض من up equal down في الايكوليبريم هيبقى equal ايه؟ مفروض r equal 50 plus x. x ده الويت بتاع البوكسز اللي موجودين جوه الكونتينر اللي انا مش عارفه هاخد كام بوكس فيهم. r دي مفروض تبقى equal r دي، يعني 50 يعني 50 plus x 50 plus x equal mean 60 divided by 3 over 5. هنشوف دي كام ونودي دي هناك ونطلع الاكس نشوف ايه الويت بتاعنا هيبقى كام. 50 هيطلع 50 كيلو جرام ويت. يبقى انا كده محتاجة من البوكسز دي كام بوكس؟ انا عارفة ان البوكس الواحد الويت بتاعه ب25، يبقى محتاجين كام على طول؟ يبقى هنا كان فيه كام بوكس؟ 2 بوكسز بس اللي موجودين. طيب يبقى انا محتاجة اشيل كام من 12؟ مفروض ان انا محتاجة هشيل على طول 10. يبقى هيبقوا كام بوكس بس اللي موجودين؟ هيبقوا 2 بوكسز بس اللي موجودين. يبقى انا I need to remove. هم اصلا 12 وانا محتاجة بس 2 بوكسز اللي هم ايه؟ اللي هم 50 كيلو جرام weight، اللي هم 50 divided 25 يبقى 2 بوكسز محتاجاهم بس عشان ايه؟ يبقى البادي about to move. يبقى I must to remove 10 boxes. هشيل 10 boxes. اوكي، فكرتها دي مختلفة وجميلة. يلا بينا على نمبر 4. بيقولي ايه في نمبر 4؟ يلا بينا واحدة واحدة كده نرسم نفس اللي احنا كنا بنعمله كل مرة. عندي برضو قالي horizontal plane، وعندي البادي اهو، وقايل لي ايه تاني؟ هو طبعا plane plane اهو. يلا بينا plane. الويت بتاعه طبعا انتوا عارفين بيبقى تحت وفيه اكشن فوق، يعني هنا R وهنا W. ادي R والW تحت 32 was placed on a horizontal plane. ركز بقى معايا. 2 horizontal forces، عندي فيه 2 horizontal forces of magnitude 8 and 8 were acting to the body in the same plane and ايه بقى enclosing the angle 120. يعني 2 forces اهم وما بينهم angle 120. دول ايه affect the body، ده بيأثر على البادي. في واحدة فيهم 8 والتانية فيهم 8. طيب وبعدين عايز ايه تاني؟ انا واحدة the body about to move. خلاص احنا حفظنا body about to move، يبقى الناحية التانية في ميو اس على طول من غير ما افكر، اللي هي الفريكشن فورس. find the value of coefficient of static friction، يعني عايز الميو بكام between the body and ايه and plane. اول حاجه هنعملها، انا مش عايزه التو فورسز دول، انا عايزاها تبقى 1 فورس. كنا واخدين قبل كده عشان اخلي ال8 وال8 دي 1 فورس هجيب الريزلتنت بتاعتهم. الريزلتنت بتاعتهم تبقى ايكوال كام؟ هعمل سكوير روت 8 باور 2 بلس 8 باور 2 بلس 2 تايمز 8 تايمز 8 تايمز كوزاين 120 هتطلع 8. ممكن ما اعملش كل ده، احنا كنا واخدين نوت قبل كده ان لما يبقوا same forces ما بينهم 120 فعلى طول الريزلتنت بتاعتهم بتبقى برضو 8، تبقى نفس الايه التو فورس، تبقى R equal F equal F. خلاص يبقى احنا استغنينا عن دول وكتبنا مكانهم F اللي هي طلعت ب8.
خلاص الموضوع سهل كده. يلا equilibrium up equal down يبقى R equal 32 كيلو جرام weight، و right equal left يعني ميو اس R equal الناحية التانية 8. الرياكشن هشيل واكتب مكانه 32 equal 8، وفي عندي الميو انا عايزة اجيبها، تروح هناك divided 32 يبقى الميو اس equal 1 over 4 وخلصت على كده. يلا بينا نمبر 5. عندي برضو rough horizontal plane. يلا rough horizontal plane اهو. بعدين body was placed on it، اتحط عليه body ماشي. البادي ده الويت بتاعه ب 200 اوكي، الويت بتاعه تحت 200 ماشي. وقال لي ايه تاني and two perpendicular forces، المرة دي two perpendicular forces، واحدة كده والتانية كده ما بينهم angle 90 اوكي قصرت عليه، واحدة 36 والتانية ادي 36 والتانية 64 ما بينهم angle 90 اوكي، والويت هنا 200. بعدين طبعا طالما في ويت في رياكشن من غير ما افكر. بعدين عايز ايه تاني يعني the body is about to move يبقى الناحية التانية ميو اس اللي هي الفريكشن فورس ميو اس ار. find the coefficient friction or static friction يعني عايز الميو بكام، نجيبها ازاي؟ يلا بينا. خلاص عندي اهو رسمة نبدأ نشتغل. قلنا التو فورسز دول هعمل ايه فيهم على طول؟ انا مش عايزه تو فورسز عندي، انا عايزه وان فورس، فهعملهم وان فورس هجيب لهم resultant reaction للتو perpendicular forces بتبقى ايه F1 باور 2 بلس F2 باور 2 هتطلع ب 100. خلاص يبقى انا هشيل الفورس دي ولا هتطلع ايه يا شباب؟ لا هتطلع حاجه تانية سوري، هتطلع ب 4 root 337 او approximately 73.4. وابدأ اعمل equilibrium بقى up equal down يبقى R equal 200 اللي هو الويت كيلو جرام ويت، و left equal right يعني ميو اس R equal اللي انا لسه مطلعاها دي اللي هي 4 root 337. وعايزة اجيب الميو الار هشيلها واكتب مكانها 200. 200 دي تروح هناك بالديفايد يبقى الميو اس ايكوال هتطلع 0.36 وخلصت على كده اوكي. يلا بينا نمبر 6. هنا بيقول لي ايه بقى؟ عندي برضو كل ده احنا horizontal horizontal plane، عندي body on horizontal plane يلا rough plane برضو، هو الشيت ده كله على rough plane. عندي body هنا الويت بتاعه تحت اهو، هيبقى الويت بتاعه مش قايل لي كام فتبقى W في اكشن هنا or وقال لي الميو الميو بثيرد affected two forces. عندي two forces برضه، واحدة 3 وواحدة 5 والانجل ما بينهم 60. ادي واحدة 3 واحدة 5 والانجل بينهم 60. وعندي هنا الويت W انا مش عارفة هو بكام واكشن R. طيب عايز ايه تاني؟ the body about to move يبقى الناحية التانية في friction force MSR. find W. خلاص احنا خلاص فهمنا بقى ان التو فورسز دول عايزة اشيلهم واكتب مكانهم الريزلتنت بتاعتهم اللي هي F، هسميها F هتبقى square root 3 باور 2 plus 5 باور 2 plus 2 times 3 times 5 times كوزين مين 60 واعملها واطلعها تطلع 7. يبقى الاف هتطلع بايه ب 7. دي الستبس بتاعتها. بعد ما طلعت ب 7 هبدأ اشتغل equilibrium يبقى R equal F W sorry R equal W
reaction equal ال W وال right equal left يعني ميو اس ار equal 7 اللي احنا طلعناه. طيب الميو اس عندنا عندنا بثيرد times r equal 1 over 7 7 هنجيب ال r هنودي دي هناك هتبقى 7 times 3 هتبقى 21. خلاص انا جبت ايه ال r فاكيد هي الويت فالويت هيبقى 21 كيلو جرام ويت. يلا بينا number 7. عندي if the coefficient هو عاطينا الشيب اهو زي ما انت شايف وبيقولي coefficient of static friction يعني دي الميو اهي find theta عايز الانجل دي بكام. if the body is about to move يعني الناحية التانية في ميو اس ار وطبعا هنا في reaction مش محتاج ان هو لازم يكتبهولي او عادي احنا عملناه وبيقولك انهم كلهم بالنيوتن. ماشي جميل. هنعمل ايه اول حاجة عندي الفورس دي لازم اعمل لها ايه. هو الموضوع مش محتاج حاجة خالص احنا محتاجين ايه اول ما اشوف ممكن ما اعملهاش باي حاجة خالص. احنا عارفين ان ثيتا هي لامدا صح ثيتا هي لامدا. طب اجيب لامدا ازاي من تان لامدا equal الميو عندي بروت 3 over 3 تان لامدا شيفت تان لدي فهتطلع اللامدا ب30 فالثيتا هتبقى على طول equal 30 مش محتاجة اي جيفن تاني اشتغل عليه. يلا بينا نمبر 8. عندي ايه بقى في 8 بيقول لي نفس الكلام برضو عندي فورس بانجل 30 والويت بتاعها 10 وقايل لي ان الميو عندي ب 33 over 19 والبادي about to move يبقى الناحية التانية في ميو اس ار. جميل. وهنا في اكشن نكمل بقى شغلنا وبيقول لي ان الفورس دي كلها بالايه بالنيوتن. طب عايز ايه عايز الفورس عايز الاف دي بكام. اجيب الاف ازاي هعمل اول حاجة ريزولف للاف دي. يعني ايه ريزولف اخليها في الهوريزون في into two perpendicular component واحنا واخدين الكلام ده. يعني هنا هتبقى اف كوزاين 30 وهنا هتبقى هزود رياكشن اف ساين 30. خلاص عملت لها ريزولف. اعطيني الميو اعطيني الميو اهي ب 30 root 3 over 19. يلا بينا نشتغل equilibrium. up equal down يبقى r plus f sin 30 equal 10. وايه تاني الجزء التاني right equal left يعني f cosine 30 equal ميو اس اللي هي 30 root 3 over 19 times ال r. طبعا عندي هنا دي كأنها بهاف صح يبقى r plus sin 30 بهاف half f equal 10. ادي equation اهي نعملها بشكل احلى جبنا equation. تعالوا نجيب التانية f كوزاين ثيتا. لو شلت الكوزاين ثيتا 30 دي وكتبت root 3 over 2 f equal 30 root 3 over 19 مش هي الكوزاين ثيتا root 3 over 2 r. طيب root 3 راحت مع root 3 يبقى ال f هنا هيبقى equal او اجيب ال r عادي ممكن نجيب ال r اسهل. يبقى ال r equal هودي 19 over 30 هناك يبقى r equal f times ايه بقى 19 over 30 sorry 19 over 30 times ايه times ال half times ال half يعني بدل 30 دي نخليها 60 وجبنا equation تاني
equation تانية اهي. بعد ما جبت التو equations دول ابدأ ايه اعمل substitution. اشيل ال r واكتب مكانها مين اهي ال r دي هشيلها واكتب مكانها 19/60 f، وهنا عندي plus half f خلاص بقت 1 unknown equal 10 اهو بلس 19 ووديها الناحية التانية فهتطلع ال F equal 12.2 نيوتن. هي كلهم بنيوتن. نكتفي بهذا القدر، وفي البارت التاني ان شاء الله هنزل لكم بقية الأسئلة. هنحل بقى من اول 9 ان شاء الله.